اكلة سمك، وقلت بقى اشويها معاكم واعمل لكم احلى اكله. معلش كان بتعيط. هي انا هعمل هحط الحدق بتاعها. حطيت فلفل وهحط توم وهحط ليمون وملح وكمون وشطه وهضرب. دي الدقه بتاعتها او حدق السمك اللي احنا هنعمله، وهنطلع نشوفه فوق السطح واحنا مع بعض. خليكم معايا. وهنا بقى مولعين بقى على الرز الابيض، رز ابيض عادي. وناخد معلش كان بتعيط. وهنا بقى غسلنا السمك بتاعنا بليمون ونضفناه، وغسلنا الخياشيم بتاعته. الخياشيم بتاعته بتبقى فيها طينه كتير جدا يا جماعه على فكره. وعملنا الدقه بتاعتنا اهو، فلفل وتوم وملح وكمون وفلفل اسمر، وظبطنا الدنيا. وهنا مولعين بقى على الرز بتاعنا، رز ابيض عادي مع سمك المشوي. ودلوقتي نقدح له بقى زيت. وهنا بقى حطينا زيت، هنقدح شويه زيت للرز، بس هنعدل الطاسه اهو. نسيبه لحد ما يسخن جدا جدا جدا، يسخن قوي. وهنا بقى الزيت سخن معانا اهو، سخن معانا خالص، قدح يعني. نقوم ماسكينه كده ومعلقين الرز زي ما انتوا شايفين كده. ما ينفعش مع الرز السمك المشوي غير الرز الابيض. سمك مشوي يعني رز ابيض، سمك مقلي يعني رز ببصل. هو كده احنا مقسمينها كده. ريحه الزيت طلعت، نستنى لما ريحه الزيت تطلع طبعا، عشان طبعا انتوا عارفين ان زيت التموين بيبقى ليه ريحه زفاره شويه. نقوم جايين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقوم جايين بقى مقلبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو لسه على النار، لسه بيتلدن، يعني هو لسه ناشف ووطيت عليه يا دوب. اغطي عليه بقى واسيبه، ونطلع نشوي السمك فوق السطح مع بعض. وبعدين هنا بقى نطلع فوق السطح، سطح بيتنا. بحب اعمل الحاجه بايدي، يعني اشوي السمك بايدي. يطلع بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن بتاعنا بقى الصغنون، صغنون قوي قوي. فرن حماتي. نظبط الحاجة ونفتح الانبوب، بس طبعا الغاز مفتوح. وهنا بقى حطينا الردة على السمك اهو، ونقلبه. هنا ردنا السمك ونرصه في الفرن كده. وهنا بقى رصيناه في الفرن كده، نظبطه كده. عشان النار توصل له كله. بعدين مشكلة الفرن ده بقى ان هو يعني بيحمى من فوق اكتر من تحت، فاحنا بنبقى مركزين على الشوايات شوية. نعلي عليه ونقفل عليه الباب لحد ما يتحمر من فوق. ونبص كده لما نشوف سمكية اتحمرت من على الوش. طبعا الفرن ده عكس اي فرن تاني، لان هو بيحمر من فوق مش من تحت. فاهي السمكة دي مثلا اتحمرت اهو، مقلباها على الوش التاني. لا يا جماعة، ما هو صعب. الشوي برضه قعد ب10 وب15 وب20 جنيه الكيلو. طب ما حرام، طب ما نشوي في البيت. البيت عيبه ايه يعني؟ والله سمكات البيت احلى من سمكات بره. نفس الكلام من الناحيه التانيه. اللي اتحمرت نقلبها على طول. واللي بعيد عن النار نقربها للنار شويه.
معلش انا مظبطه التليفون عشان بصور بايدي. ونقفل الفرن. طبعا بجيب اللي اتحمر قدام كده اهو، عشان طبعا هو مش كده مش استوى، هو كده احنا بس هو اتحمر، انما هو لسه النار هتهدي عليه وهيتلدم. بجيب اللي اتحمر قدام وبجيب واللي متحمرش بجيبه ورا على النار اهو. وما نلاقيه بقى كله اتحمر كده زي ما انتم شايفين كده، وقلبناه على الوشين. طبعا هو كده ما استواش لسه، لانه سمكه كبيره، السمكه الكبيره بتغيب في الشوي شويه، فما ينفعش ان احنا نحمرها كده ونطلعه، لا بنوطي النار خالص كاننا بنلدن رز او بنردد رز، وبنسيب بقى ونقفل عليه الباب. هنا بقى هدينا النار عليه خالص اهوت ماشي، وهنقوم بقى ايه قافلين عليه الباب. نقوم بقى مهدين عليه النار خالص كده خالص، لان السمكه كبيره بسم الله ما شاء الله، دي سمكه كبيره فلازم نهدي عليها النار. لو سمكه صغيره لا بنحروق ونطلع على طول لانها ما بتستحملش النار، انما السمكه الكبيره بنعلي عليها النار تتحمر من تحت ومن فوق، وبعد كده بنهدي. وهنا بقى هدينا عليه النار خالص اهو، وقفلنا عليه الباب ونسيبه بقى ايه شويه بقى يتلدن، بقى يتلدن يعني الخياشيم تستوي واللحم يستوي، فاهمين اهو. شيء سهل جدا، سهل جدا جدا جدا. والدقه اللي عندنا شايفين البط الصغنن اهو، جميل 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 جميل، منظره جميل بسم الله ما شاء الله. وكيونه اهي بتلعب جنبي، بس خلاتي بالطبع عشان زفر. ودي الدقه بتاعتنا اللي احنا عاملينها اهي، ما هي صعبه، شويه ميه عليهم فلفل اخضر او فلفل احمر وتوم وملح كمون، اي توابل انت بتحبيها، ممكن تحطي طماطمايه، ممكن تحطي عود خضره، اي حاجه انت عايزاها بتحطيها وتضربيها في الخلاط وشويه ملح، مفيش فيها اي فقاقه يعني عادي جدا. وكيون عماله تلعب على السطح مع البطه. فين القطه؟ وعماد قاعد جنبي اهوت. فين البطه؟ اهي ماشيه حافيه، ربنا مش حاجه تخش في ده، مش عارفه تلبسها الجزمه يا عماد. قرفانه 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 من الارض. والبطه الصغيره قاعده جنبي برضو اهي، مش عارفه عايزه مني ايه، كلهم عايزين مني ايه. فين البطه؟ بطه فين البطه؟ فين البطه يا كيو؟ هاتي يا عماد بتاع المعدن هطلع فيها السمك. ايوه لسه قافلين عليه بنسيبه شويه. لا اهوت بقى نبدا نطلع سمكيه سمكيه كده، بس نقول بسم الله اهو. بتاع سخنه، نبدا نقول بسم الله ونطلع، واللي نحس انها بيضه شويه نحطها عند النار. ارجعي يا كيان عشان الفرن سخن. اللي نحس انها بيضه نرجعها تاني، معلش عشان بصور بايدي مش بالرنج، فايه الكاميرا ممكن تهتز مننا شويه. انا بقى بحب احدق مره واحده، في ناس بتطلع سمكيه سمكيه وتحدقهم، لا انا بحب احدق مره واحده. هوريكم ازاي. دي لي الصبيطه اهي، احطها عند النار. خد كيان يا عماد على كده. بطه بطه شفناها اهو. عماد بيغني الكيان بطه بطه شفناها. دي لسه بيضه شويه اهيت، هنحطها عند النار شويه اهو، اللي هم بيض شويه نعلي عليهم النار ونقفل عليهم الباب شويه يتحمروا، عشان السمكه لو بيضه ميبقاش لها طعم. بص بقى انا اهو بحب اطلع السمك كله، واقوم ده الاقيه اقلب الحدق كده او الدقه بتاعتنا كده، واقوم حاطينها ايه، بحب احطها كلها على السمك اهي كده. هسيبه كده طبعا، لا مش هسيبه كده،
بقوم مفضيه تاني. للاسف انا لو معايا حله تانية كنت انا اهو. ارجع احط تاني. بسم الله ما شاء الله، واشهد ان لا اله الا الله. افضيها. وادي معانا بقى السمك بتاعنا بعد ما خلص، واحنا لسه فوق السطح زي ما احنا اهو. اهو ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا قوه الا بالله اهو. يلا باي باي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واكسبلور وتفعلوا الجرس، ونقول لكم باي باي في فيديو جديد ان شاء الله. يلا سلام.